السلام عليكم طلاب. قبل بداية الفيديو خلي لايك للفيديو واشترك بالقناة حتى يوصل لك آخر أخبار وزارة التربية العراقية، وحتى توصل الأخبار من باقي الطلاب لازم تخلي لايك لهالفيديو وتشترك بالقناة وتابع الفيديو للنهاية. طبعا شباب، اليوم الخبر يقول عاجل عضو بلجنة التربية النيابية اللي هو النائب علي غنقان الدلفي يوجه كتاب إلى وزير التربية لإعادة النظر بتوقيت امتحانات السادس الإعدادي، ويطالب أن يكون الموعد 20/6 بدلا من 2/6. طبعا عندنا هذا الكتاب يقول إلى السيد وزير التربية المحترم الموضوع إعادة نظر بتوقيت امتحانات السادس الإعدادي. نهديكم أطيب التحيات. وردتنا مناشدات عديدة من طلبة السادس الإعدادي بكافة فروعه وأولياء أمورهم الذين يطالبون فيها إعادة النظر بتوقيتات امتحانات السادس الإعداد ليكون بعد تاريخ 20/6 بدلا من 2/6 ليكون لديهم متسع من الوقت لإكمال المواد الدراسية ومراجعتها. لتفضل معاليكم بالاطلاع والموافقة على تغيير موعد الامتحانات خدمة للعملية التربوية. شاكرين تعاونكم معنا مع التقدير. علي غنقان الدلفي عضو مجلس النواب. طبعا هذا الكتاب بيوم 8/4 وصل إلى وزير التربية، وإن شاء الله ننتظر قرار تغيير موعد الامتحانات. وأهم شيء إنه أنتم تساعدونا حتى نوصل مناشدتكم. خلون لايك لهذا الفيديو، تشتركون بالقناة، وهخلي لكم رابط مع قناة التليجرام بالوصف وبأول تعليق. لازم تدخلون تشتركون بها حتى توصلكم آخر أخبار وزارة التربية العراقية. تحياتي.